اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زوزو، ودي قناتي. اللي مش مشترك في القناة يضغط على كلمة الاشتراك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزله على قناتي. وما تنسوش اللايك للفيديو، لأن اللايك ده هو اللي هيوصل الفيديو بتاعي لأكبر عدد من المشاهدات. ويلا بينا كده بقى نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف الأكلة بتاعتنا ايه النهاردة. بما ان كده بقى يومي النهاردة كله دربكة، فقلت ايه اعمل أكلة سهلة وبرضه في نفس الوقت أكلة في منتهى الجمال. انا جبت بقى كده الفراخ الاول بتاعتي، اديتها بس كده الاول شطفة، وبعدين نقعتها في محلول الخل والملح والليمون علشان انا مش عايزة اي ريحة زفارة في الاكلة بتاعتنا. ادي كده جبت الصينية، ولقيت طبعا الفراخ بتاعتي كان حجمها كبير، فقلت كده اعمل ايه تفتحات كده بالسكينة في الفراخ علشان ما يبقاش التسوية بتاعتها مش مظبوطة. ادي كده الفراخ بتاعتي حطيت عليها بقى كده الملح، وحطيت عليها الخل، وحطيت عليها الليمون. ممكن تزودوا معلقة طحينة، وممكن تزودوا معلقتين من الدقيق، مش هيخلي ريحة اي زفارة في الفراخ. ادي كده الفراخ بتاعتي غسلتها كويس، وجبت بقى كده المصفى وحطيت الفراخ كده في قلب المصفى وصفتها كويس. جبت كده بقى بصلاية، والبصلاية يكون حجمها كبير، وبدأت كده اقطع البصلاية كده قطع صغيرة اهو كده زي ما انتوا شايفين. انا كان عندي كمية الفراخ كتير فجبت بصلاية كبيرة. لو عندكم الفراخ مش كتير ممكن تحطوا بصلاية صغيرة. يلا بينا كده بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه النهاردة. عايزة نقول لكم انا يومي النهاردة كله كده يعني دربكة، والبيت عندي يعني عايز كده يتعمل ويتروق. فقلت اعمل اكلة كده بقى ايه سهلة، وفي نفس الوقت اكلة يعني من اجمل الاكلات اللي احنا بنعملها. جبت بقى كده الحلة ونزلت فيها بمعلقتين من الزبدة. أنا كنت جايبة البهارات بتاعتي جاهزة من عند العطار، بهارات الكبسة بيكون فيها الكركم والكاري والقرفة والحبهان المطحون، كل حاجة بتبقى في بهارات الكبسة. زي ما انتوا شايفين كده نزلت على الزبدة بمعلقتين من بهارات الكبسة، وقلبت كده كله كويس مع بعضه. اول ما البهارات بدأت ريحتها تطلع نزلت بالفراخ بتاعتي. انا في المرحلة دي مش مهدية النار، انا معلية النار جدا علشان انا مش عايزة الفراخ تنزل مية او اي سوائل. ونزلت كده باللومي وعودين من القرفة، وكمان معلقة صغيرة من القرفة المطحونة علشان تعزز الطعم. انا البهارات بتاعت الكبسة فيها كل حاجة، بس ايه في حاجات كده انتوا ممكن تزودوها كده زيادة من عندكم. انا لقيت الزبدة يعني مش كتير فزودت كمان معلقة كده من الزبدة، وبدأت كده اقلب. بصوا شايفين الجمال وشايفين لون الفراخ بقى عامل ازاي. عايزة نقول لكم الريحة يا جماعة في منتهى الجمال وقلبة البيت كله. انا كنت عملت عشان عندي كمية الفراخ كتير، كنت يعني شوحت كده الفراخ الاولانية ونزلت بباقي كمية الفراخ برضو، بديها الصدمة والتشويحة اللي انتوا شايفينها دي. الريحة مش عايزة نقول لكم فظيعة يعني. ادي كده بقى كمية الفراخ كلها اهي كده نزلتها كده بقى في الحلة كلها كده بالشكل ده. ونزلت كمان بالبصلاية الكبيرة اللي انا كنت مقطعاها. هقلب كده البصلاية مع الفراخ مع التوابل. انا لقيت البصلاية عندي صغيرة فقلت ايه اقطع بصلاية كمان علشان انا لقيت كمية الفراخ عندي كتير. ادي كده البصلاية التانية كده اللي انا قطعتها. حاولوا كده تحطوا كمية بصل تكون كويسة. هقلب كده بقى كده كله مع بعضه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى كده انزل على الفراخ بعد ما خدت اللون ده والتشويحة الحلوة دي. هنزل بالمية والمية تكون مغلية. وكنت جايبة كده جزرتين مبشورين برضو نزلتهم، وكان عندي زي حوالي كده 3 طماطمات بيور كده انا بشراهم. نزلت على الفراخ بتاعتي كده بالأول بالجزر المبشور وبالطماطم.
يلا بينا كده بقى ايه ننزل بالمية المغلية على الفراخ، وهنسيب بقى كده الفراخ تاخد السوا بتاعها. بصوا شايفين لون الشوربة عامل ازاي، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بينا ننزل كمان بشوية كده من الملح، ونسيب بقى كده الفراخ بتاعتنا تاخد السوا المظبوط. حاولوا كده وانتوا بتسووا الاكل عموما مش الفراخ بس، تبقوا مهديين النار، لان كل ما تهدوا النار كل ما يكون طعم الاكل في منتهى الجمال. ادي كده بقى غطينا عليها. يلا بينا كده بقى نشوف الفراخ بتاعتنا استويت ولا لسه. بصوا شايفين، انا بس عايزه اوريكم اللون بس بتاع الشوربه من قبل كده منزل بالرز بتاعي في منتهى الجمال. ادي كده الفراخ بتاعتي خدت السوا المظبوط. هبدأ كده بقى اطلع الفراخ كده من الحله. وبعد ما اطلع الفراخ من الحله، انا كنت غاسله الرز بتاعي. انا كنت بستخدم رز بسمتي هندي، يعني ده من افضل انواع الرز، علشان في ناس سالتني بيقولوا لي ايه نوع الرز اللي انت بتستخدميه. ده رز بسمتي هندي. في ناس ما بتحبش يا جماعه الرز البسمتي، ممكن تعملوها برز بلدي عادي، مفيش اي مشكله. ادي كده نزلت بالرز بتاعي. كلنا عارفين ان الرز البسمتي الكمية بتاعت المية بتاعته بتكون اكتر من الرز البلدي، يعني كوباية الرز البسمتي بتاخد الكوباية الواحدة بتاخد كوباية وربع او كوباية ونص مية على حسب نوع الرز. ادي كده بصوا شايفين الرز عامل ازاي، والريحة عايزة نقول لكم خطيرة. والاكلة دي من اسهل الاكلات، يعني لو يومكم كله كده دربكة زي حالاتي ممكن تعملوا الاكلة دي ومحدش يقولك بقى انت النهاردة ما عملتلناش اكل ولا اي حاجة. ادي كده الرز بتاعنا كمان كمل السوا بتاعه، وكنت حمرت الفراخ بتاعتي كمان في الفرن. انا حطيتها في صينية ونزلت عليها كده بالفرشة كده، بس معلش الجزء ده معرفتش اصوره معاكم. نزلت كده على الفراخ في قلب الصينية بالفرشة كده، دهنتها بالصويا صوص ومعلقة من صوص الباربيكيو، ودخلتها الفرن. جبت بقى كده الصينية كبيرة. عايزة اقول لكم كمان الأكلة دي تنفع في العزومات، بتكون كده أكلة مميزة على السفرة بتاعتكم وبتكون في منتهى الجمال. نزلت كده بقى بالرز بتاعي اهو في قلب الصينية، وطبعا زينت الصينية برضو كده من فوق باللومي كده، حطيته على قلب الرز كده علشان يكسر لنا اللون، وعيدان القرفة برضو حطيتها كده كتزيين. وجبت الفراخ بتاعتي. بصوا شايفين اللون بتاع الفراخ في منتهى الجمال، يعني عايزة نقول لكم الأكلة في منتهى الجمال وخطيرة. رصيت بقى كده الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، وكان عندي بقى مكسرات. في ناس بتحط زبيب وناس بتحط بندق، يعني على حسب بقى الحاجات اللي انتوا بتحبوها. احنا ما بنحبش الزبيب، فنزلت كده بالبندق واللوز كده على الأكلة بتاعتنا. ودي بقى كده الكبسة بتاعت الفراخ، حاجة كده ما شاء الله في منتهى الروعة. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي، بصوا الجمال، شوفوا لون الفراخ ولون الرز والمكسرات. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفة بتاعتي وتطلع كمان احسن مما انا قلتلكوا عليها. يلا بقى ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل اشعار بكل فيديو جديد انزله على قناتي. وما تنسوش بقى اللايك للفيديو. مع السلامة، هاتوحشوني.